السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما احنا شايفين كده العش كله مليان ريش، وتبص تلاقي في كل حتة في مكان عندك في ريش، في البلكونة تلاقي الريش مغرق الدنيا. تعرف على طول ان العصافير داخلة في مرحلة قلش. يعني لازم انك انت دايما تلاحظ عصافيرك وتشوف انهي جوز فيهم اللي عنده القلش. واللي ما يعرفش القلش بالنسبة للمبتدئين والجداد، القرش اللي هو تغيير الريش. العصفور بيبدأ يسقط ريش من جسمه وبيطلع مكانه ريش جديد، والكلام ده بيبقى طبيعي جدا عند العصافير، ده مش مرض ولا حاجة. وبيحصل مرتين في السنة، يعني مرة في فصل الشتاء ومرة في فصل الصيف، وغالبا يعني بيكون مرة واحدة في فصل الصيف لما بيكون العصفور صحته كويسة، تحصل له مرة واحدة. ودايما بيكون شهر 7 وشهر 8، يعني الأيام اللي احنا فيها دي. فلو لقيت العصافير عندك الريش مغرق الدنيا وكتير، والعصافير كده في الفترة دي ما بتبيضش ولا حاجة ومريحة عندك واتأخرت في وضع البيض، تعرف إن السبب هو القلش. فطول ما العصفور بيكون في مرحلة القلش، تغيير الريش، بيبقى ضعيف جسمانيا، تمام. في المرحلة ديت بيكون هو مريح ما بيبوتش. وانت كمان المفروض اول ما تلاقي ان في جوز عندك بدأ ان هو يسقط الريش بتاعه وحصل عنده القلش، ترفع العش بتاعه على طول، تخلي القفص بتاعه من غير عش علشان خاطر ما يبيضش، لان لو باض النتاية هتبقى ضعيفة جدا وممكن تتعب منك ويحصل لها اي انتكاسة. فانت هنا يجب انك تخلي العصافير تبيض امتى؟ بعد مرحلة القلش. طيب عشان تعدي مرحلة القلش دي بأمان وبسلام وتعديها بسرعة، والعصفور ما يطولش معاك في مرحله القش، انه ممكن يطول، ممكن ياخد شهرين مثلا، فانت ممكن تخلي فتره قليله. ازاي؟ اولا لازم يكون قدامه الميه على طول نظيفه، دي اول حاجه. الحاجه التانيه، بتحط لهم طاجن ميه قدامهم علشان خاطر يستحموا فيه. ده الجوز اللي فيه بس قلش، يعني انت عندك جوز قلش لازم طاجن الميه ده قدامهم على طول، ميه نظيفه تقعد تغيرها كل يعني في اليوم مرتين مثلا، تمام. الحاجة التانية كمان انك لازم تنوع في الاكل، لازم تقدم لهم البيض المسلوق، لازم تحط لهم فيتامينات. وافضل فيتامين انا بستخدمه اللي هو الفيتاماوينت، لانه بيحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات. لازم تقدم لهم احماض امينية. كمان مهم جدا انك تقدم لهم الخضروات، وافضلهم طبعا الجرجير، ده بيدي معاهم نتيجة كويسة جدا. هتقول لي ده الجرجير هيحمي الذكر وهيخليه يتزوج مع نتاية؟ لا، مش هيحصل طول ما انت رافع العش. طيب كمان مهم قوي ان احنا نقدم لهم في الفتره دي الجزر مهم قوي قوي ليهم في الفتره ديت. ولكن اهم حاجه ما تكترش منه، عشان خاطر الجزر كتر لاي نوع من انواع الخضروات لما بتكتر منها بتعمل معاهم اسهال. اي نوع من انواع الخضروات، يعني لو كترت من الجرجير، كترت من الجزر، كترت من الخس، الكلام ده كله ما تكترش منه. يعني حطيت قطعه جزر النهارده ما تحطش بكره، حطيت النهارده خس ما تحطش بكره، تمام. الخس طبعا في الفتره دي مهم جدا. حته قرنبيط ني عادي، حته قرنبيط قدام تحطه قدامهم يقعدوا يقرقضوا منها، تمام. قطعه كوسه ممتازه جدا ليهم. البطاطا، الكلام دوت لازم تقدمه دايما لعصافيرك لما بيكون عندهم في مرحله القلش او غير مرحله القلش كمان. لازم ان انت دايما تنوع في الاكل لعصافيرك علشان خاطر يكونوا دايما بصحه جيده. زي ما قلت لحضراتكم، طاجن الميه بحطه قدامهم وبحط فيه قليل من ميه الورد. ميه الورد دي بتعمل اللي عندهم انتعاش حلو قوي، بتخلي ريحه الميه كده حلوه وما فيش اي ضرر على العصافير حتى لما بيشربوا منها. بحط منها قد ايه ميه الورد دي؟ يعني هي نقطتين ثلاثه مش اكتر في الميه، بتدي بس الريحه بس حلوه كده للعصافير. بص تلاقوا رايحين جايين كده على الطاجن كل شويه يستحموا فيه. بس المهم جدا يا جماعه في موضوع الطاجن الميه اللي انت بتحطه دوت، انك تتابعه علشان خاطر العصفور ما يعملش فيه فضلات، وتبص تلاقي الميه اتوسخت والعصفور يشرب منه. لا، لازم تكون معلق مسقه فيها ميه نظيفه وجنبها الطاجن، عشان الطاجن لو هم عملوا فيه اي نوع من انواع البراز اعزكم الله او الفضلات ما يتوسخش الميه ويشربوا منها. لازم تغير الطاجن ده مرتين في اليوم. بشكركم جدا، بتمنى يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم. بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.